فنانة مصرية اتجوزت ابنها بالغلط. أهلا يا رايق. الممثلة أميرة أمير بدأت قصتها في عام 1920 في محافظة الشرقية. ساعتها كان عندها 16 سنة. أبوها في الوقت ده عمل مشاكل مع مفتش صحة، فأبوها كان جزار في الوقت ده وخلص على المفتش وبعدها خد مؤبد. أميرة في الوقت ده بدأت إنها تشتغل خياطة وعشان تصرف على أهلها وعلى إخواتها. وبعد فترة لقت واحد فنان وحبوا بعض واتجوزت. عدت الأيام وهما مع بعض وخلفت منه، وبعدها يحصل مشاكل ما بينهم ويسيبوا بعض وهي تسافر مصر عشان تبدأ مسيرتها في التمثيل وتبدأ إنها تكون فنانة. وطليقها في الوقت ده كان مات والطفل اتربى مع عمته، وتعدي الأيام وتتجوز كذا واحد وتطلق منهم برضك. وبعدها سافرت أمريكا ويصادفها هناك بقى شاب حب واحدة يهودية، بس جه معاها مصر وحبها واتجوزها. ولكن بعد فترة من جوازهم تكتشف إن هو ابنها من جوزها الأولاني خالص، وتموت بسكتة قلبية وهو يقوم رامي نفسه قدام عربية ماشية في الشارع ويموت برضك.